تيجوا معانا كده نشوف عمايل الفطير المشلتت الفلاحي بطريقة سهلة وبسيطة. اللهم صل على حضرة النبي. شفتوا هش وجميل وتحفة. عملناه بمقادير بسيطة خالص، ولا رحنا فرن اشتريناه ولا أي حاجة. عملناه بإيدينا في بيتنا في حاجة نظيفة بطريقة سهلة وبسيطة. وتعالوا كده نشوف المقادير بتاعة الفطير المشلتت الفلاحي. اللهم صل على حضرة النبي من ايد أمي يا جماعة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نسمي بالرحمن ونحط لايك واشتراك، وتعالوا كده نعمل معانا شوية فطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة، غير ما احنا بنعمل واحدة كبيرة يا جماعة. احنا هنعمل دلوقتي صغير. ده نص كيلو دقيق، حطينا عليه معلقة سكر، وحطينا عليه رشة ملح كده برضو، وجبنا زبدة ونشا ومية بطريقة سهلة وبسيطة. ما فيش اي ما فيش حاجة صعبة ولا اي حاجة. هنحط معلقة نشا كده على الزبدة، 100 جرام زبدة كده، ونقلبها بقى في بعضها كده. حبينا ان احنا نعمل النهارده اختياري بس مش اكتر، بدل ما نعمل واحدة كبيرة. طبعا انا قاعدة انا وامي كده، قلنا عايزين ناكل الفطير المشلتت، نعملها صغيرة. احنا عملناها قبل كده بس انا ما صورتش يا جماعة، جربتها الاول وبعدين كده بدأت بقى اللي انا اصورها. كان طعمها جميل جدا وتحفة. قلنا هنعمل صغير، مش ضروري كبير المرة دي. كل مرة بنعمل الفطيرة الكبيرة اللي هي نص كيلو، اللي هي كيلو. لا، احنا دلوقتي عملناها نص كيلو دقيقة على الجد بس مش اكتر. وهتشوفوا دلوقتي معانا المقادير بتاعته سهلة وبسيطة، مش بتاخد وقت خالص. ممكن تعملوها وانتوا قاعدين كده في لحظة. بسم الله ما شاء الله. نخلنا الدقيق الاول. انا اي مخبوزات يا جماعه بجيب الدقيق بنخله الاول، في اي حاجه مهما كان بتتنخل الاول. قلبنا النشا في الزبده اهيت وهنسيبها، وبعد كده بقى هنعجن العجينه الجميله اللي انتوا شايفينها دي. هتاخد كوبايتين الا ربع ميه. هفضل اديها ميه لحديت ما تاخد الميه اللي هي تستكفى كده. بس عجينه جميله جدا. ادي كوبايه ميه، والميه التانية بقى بالتجريد كده، بس ما نشوف هتعوز ميه قدين نفضل بقى نعجن فيها كده، نقلبها كده وكده. انا كنت عايزه ازود الدقيق بس قلنا لا، كفايه كده. نص كيلو على قد انا وامي واخويا نجرب وكده، حاجات بسيطه كده. ولما عوز تاني نعمل، انا ما بحبش الحاجه تبقى كتيره كده. امي قالت تعالى نعمل واحده كبيره، وقلت لها لا، هنعمل واحده صغيره النهارده. الصغير ده تبقى طعمه جميل وتحفه. بسم الله ما شاء الله. نحط الميه شويه بشويه كده، وبعد كده بقى نقلبها تقليبه كويسه، ونفضل وراها لحد ما العجينه تبقى زي الملبن كده يا جماعه. ما خدتش وقت خالص. عملنا الفطير وقعدنا كلنا، وبصراحه كل حاجه سهله كده. جربوها ومش هتنسوها تاني ابدا. يا جماعه، طبعا هي عجناها كويسه اهيت واتلتت. هنسيبها بقى تترفع شويه اهي. ولما نقطعها برضو بنسيبها تترفع شويه، عشان واحنا جايين نفردها تبقى مرجه وطعمها حلو كده وشكلها جميل. بسم الله ما شاء الله. شوف بعد العجينه ما رفعت شويه بقى تقطعها كده قطع صغيره، قطعه تبقى صغيره كده، عشان لما تتفرد تتحط على بعضها كده. وهنسيبه يترفع شويه برضو، ونرجع بقى نخبز فيه. بسم الله ما شاء الله. جربناها قبل كده بس انا ما صورتش والله يا جماعه، بس كان طعمها تحفه وحكايه. احسن من الفطير الكبير على فكره. هي ديت بطريقه سهله وبسيطه. تابعوا الفيديو معانا، ما تنسوش لايك واشتراك في الحاجه الجميله اللي احنا بنعملها دي يا جماعه. هي كده، ونسيبه يترفع شويه بقى، ونرجع بقى نبقى نخبزه. قطع صغيره كده بقى خبزناها بسيط من الحراف. لازم تتفرد بسيط يا جماعه. وجبنا الزبده بقى وبدأنا ان احنا ندهنها كده، عشان نحط الطبقه التانية دي على بعضها كده بفرشه باي حاجه خفيفه. بس صدقوني جربوها كده مش هتندموا تاني ابدا. حاجه جميله جدا وحاجه طريه وحلوه خالص. شويه زيت تحت منها كده، المهم العجينه تتفرد مش اكتر. شويه زيت كده تحت العجينه عشان تتفرد، بس مش تكتروا الزيت. شويه صغيرين عامه اهي. شفتوا؟ نحطها برضو تحت المشمع اللي احنا حطينا على العجينه عشان يترفع. وناخد بقى قطعه بقطعه كده، ونبدا ان احنا تتفرد. ما تفردوهاش قوي، حاجات بسيطه كده، عشان شويه، وبعد كده نفردها برضو. ادي الزبده اهي وشويه زيت بسيط. لما خلصنا كل كوره فوق بعضها زي كوره بكوره كده نعملها. شفتوا؟ ادي الفطيره اهيت، وهندهنها زبده برضو. بعد ما ترفع شويه وجبناها اتفردت برضو هتندهن زبده.
هنبدأ بقى نلمها من هنا كده. ادي الفطير المشلتت يا جماعة، ما خدش وقت خالص اهو، شفتوا عاملة ازاي. نبدأ بقى نلمها كده ونسيبها برضو تترفع شوية، يعني ايه ما بتاخدش وقت. وبعد ما نخلص الفطير كل هيته هنجيبه برضو نفرده تاني، هتشوفوا كل حاجة دلوقتي. ادي الفطيرة. هنبدأ برضو بواحدة تانية، وهنبدأ بواحدة تانية برضو هنفردها كده. كل كورة حطيناها فوق بعضها، يعني كل اتنين على بعض كده، وحطينا كمية الزبدة بسيطة خالص بينهم وبين بعض، ما كترناش زبدة يعني عامة. ونبدأ بقى اللي هي ايه تتفرد الفردة المعتبرة اللي انتوا شايفينها كده، وهندهنها زبدة. اهي جبنا كمان كورة كده برضو فردناها الفطيرة ديت. اهم حاجة الحراف يعني تتخبز كويس وهي بتتفرد يا جماعة، عشان تبقى مرجة وتبقى طعمها جميل. الحاجة لما بتتفرد كويس وكده بتبقى مرجة. اهم حاجة تتفرد كويس، في الحالتين تتفرد كويس يعني. نبدأ نفردها كده من على الحراف برضو، ما نسيبش فيها اي حاجة عالية ولا واطية، كلها تبقى مساوية بعضها. شفتوا لما اترفعت شوية بسم الله ما شاء الله. عادي لما تتقطع عادي، ما ده فطيرة عامة يعني، وعادي مش فيها اي مشكلة. نبدأ بقى اللي احنا ندهنها بالزبدة. كمية زبدة يعني ايه مش تكون كتيرة برضه، يعني زي ما انتوا شايفين كده. بفرشة عايزين، مفيش فرشة ممكن تستخدموا كل حاجة بايدكم برضه عادي يعني، مفيش فرشة مش مشكلة. هي من الحياة مش وقفت يعني، مش لازم يكون فرشة. انا مش عندي فرشة عادي، ما انا كنت هعمل بايدي، بس بدل في فرشة عادي. هي في الحالتين ماشية يعني، الطريقة ماشية ماشية. محدش يقف على اي حاجة يا جماعة، اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها. نبدأ بقى نلمها من هنا ومن هنا. وادي الفطيرة اهوت اهو. برضو هنسيبها تترفع شوية لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. بسم الله. وحطينا برضو تحت الكيس اللي احنا حاطينه المشمع ده اللي احنا حاطين عليه دي برضو، شفتوا اهو. احنا خلصنا طبعا وفردنا الفطير، وبدأنا بقى جبنا الفطيرة الأولانية خالص وبدأت تتفرد كده. حاجات بسيطة خالص، مش تفردوها جو زيادة عن اللزوم، عشان هيتحط عليها شوية زبدة يا دوبك، حاجات بسيطة كده. وهنبدأ بقى اللي احنا نلمها على بعضها تاني. شفتوا هنلمها كده زي الظرف بالظبط من هنا ومن هنا. وجبنا الصينية دهناها شوية زيت، وبعد كده ايه هنحطها بقى في الصينية لما نخلص تكون اترفعت، ونيجي نخبزها بقى اهي. نفضل نلفها كده، نقفلها من هنا ومن هنا، وبعد كده بقى نحطها في الصينية. الصينية ديت حطينا فيها شوية زيت. هنجيب كمان فطيرة اهي، ندهنها برضو زبدة، ونرجع برضو نلمها زي التانية بالظبط. شفتوا الظرف كده لما بتلم من هنا ومن هنا اهو زيه كده اهي. ونقفلها كويس ونلفها برضو كويس كده كده، ونلمها من هنا ومن هنا. هي على فكرة اترفعت عشان كده يعني ايه، كانت بتتلم على طول يعني من هنا ومن هنا، نلمها زي الظرف كده. هي اترفعت يعني، اللي خلانا تبقى سهلة كده اللي هي اترفعت. بسم الله اهي كده الفطيرة اهوت خلصناه. هنسيبه بقى اللي هو يترفع شوية بقى، ونفردها بقى ونسويها. شفتوا اهو. لما سيبناها اترفعت شوية الفطير المشلتت الفلاحي يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده، بدأنا بقى ايه نفردها شوية بشوية، مش عايزين نكبرها يعني، على قد الجرصية كده، على قدها بسيطة كده. شفتوا اهو. هو عامة اترفع يعني، هو اترفع حلو خالص، حتى لما بتفرد برضو كويس، مش يكون لسه كده. لو ما اترفعش تلاقوه يلم تاني، انما كده هو اترفع. شفتوا عايزين تدهنوا وشها قشطة، عايزين تدهنوا وشها زبدة، براحتكم انتوا، ده اختياري مش اكتر. اي حد عايز يدهن وشها اي حاجة لما تستخدموا الوصفة ديت ادهنوها زي ما انتوا عايزين. عامة احنا بنستخدم القشطة، وامرار نستخدم الزبدة، بس احنا ماشيين بالحالتين يعني. شوفوا انتوا متوفر عندكم في البيت وادهنوها زي ما انتوا عايزين. شوية لبن كده على زبدة، او تدهنوها بقشطة او بزبدة، بس براحتكم انتوا يعني. هي دايما الفطيرة لما يكون وشها حلو بتبقى شكلها جميل وتحفة. ايه شوية لبن كده على الزبدة يا جماعة. ادي الطبق اهو، هاتي كده يا اما لمدي. شفتوا لبن على زبدة برضو اختياري يعني، انتوا براحتكم، انتوا مش عايزين تدهنوا خلاص ما تدهنوش، بس انا بحب الطريقة دي. مفيش قشطة بستعمل الزبدة وشوية معلقتين كده لبن، وش اللبن يا جماعة، واقوم جايباه بقى مضرباه كده في الزبدة، وندهن بقى به الفطير.
اهو شفتوا، بفرشة عادي، بايديك عادي، المهم انت ما تقفيش على اي حاجة مهما كان نفسك تعملي في اي حاجة اعمليها برضو، يعني اللي انت شايفاه كلها هي زي ما انتوا شايفين كده. واحلى فطير النهارده المشلتت الفلاحي يا جماعة، اندهنت كلها هي، بسم الله ما شاء الله كده. بصوا التسويه، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على حضره النبي، يجعلها بالهنا والعافيه لكل اللي ياكل منها. احنا حبينا نعمل النهارده كده ايه النص كيلو الدقيق دي، بسم الله ما شاء الله. عملنا اختياري بس كده مش اكتر، جربنا الصغير وجربنا الحاجه الكبيره، والمهم احنا بنجرب كل حاجه تجارب كده يا جماعه، بس بتطلع ناجحه 100% عشان المقادير مظبوطه. وبسم الله ما شاء الله، عايز بس اللي ياكل، عايز بس اللي يمسك الفطيره الجميله ديت وياكلها كده. شفت عامله ازاي مجبه وجميله جدا، بسم الله ما شاء الله. شوف عامله حلوه خالص. انا اول ما نزلت كده من على النار قمت جايه بقى قاعده كده واكله انا وامي، كانت سخنه وجميله جدا، وكانت ايه بتفرش كده يا جماعه، بس بطعمها تحفه وحكايه. انا اول مره اجرب الفطير الصغير دي كده واجربه بطريقه رهيبه كده. انا جربته قبل كده بس مش جربته اللي انا اصور، كنت بستعجل في كل حاجه، انما النهارده ظبطته ظبطه معتبره كده زي ما انتم شايفين. وبدات بقى اللي انا ايه بقى التسويه كده، جبت بقى ايه صينيه صغيره وقمت ناقله عليها الفطير المشلتت. بس احنا حبينا ايه نوريكم بس كده ايه واحنا بعد ما خلصناه شو عامل ازاي مورق وجميل جدا وخفيف. احلى حاجه اللي هو خفيف جدا، واهم حاجه يا جماعه العمايل الفطير تبقى ناجحه 100%، دي اهم حاجه في الموضوع، العمايل الناجحه. تفردوا العجينه كويس وتسيبوها ترتاح كويس، هتديكوا انتاج موت، وهتديكوا يعني تحبوا ان انتوا تعملوها على طول.